كنت مفكر راح تاخذ مني 4 5 ساعات شغل بالراحة. تفاجأت يا جماعة بالطعم وقديش سريعة. أقل من ساعة سويت الكيكة الرهيبة هذه، كيكة العسل الروسية الفخمة على الغاز مباشرة. ودنا 160 جرام زبدة، نص كوب عسل، ملعقة صغيرة بيكنج صودا. بس تذوب الزبدة بنرفعها. عندي 3 بيضات بنزل فيهن تدريجيا طبعا مع تحريك. ملعقة كبيرة سكر فانيل، نص كوب سكر، بسم الله. كوب ونص طحين بنخلهن كويس، مهم جدا. نستمر في التحريك. بسكب العجينة بالتساوي طبعا في صينيتين فرن زي ما انت شايفين. حطيت ورقة زبدة بالشكل هذا، بمدها بعدين بخبطها خبطة خفيفة. الثانية نفس الشيء. بفوتهن على فرن محمى مسبقا على درجة 180، المروحة شغالة والحم من فوق ومن تحت، من 5 دقائق ل10 دقائق حسب قوة فرنكم. شايفين بفوتهن وحدة وحدة. طيب طلعن معي بريحهن. والآن بسوي الكريمة تبعتنا. عندي 500 مل كريمة خفق، 150 مل حليب محلى مكثف. بخفقهن كويس بسم الله. الآن بنزل في جبنة مسكربونة 250 مل، وبفوتهن على الثلاجة طبعا. بشيلها بالشكل هذا، بشيل ورق الزبدة. طيب الآن بنقص الزودات طبعا، نسوين هن الثنتين بنفس الطول. الآن بقسمهن من النص. يا سلام، شوفوا لي، شوفوا مبسط الموضوع. بننزل في الكريمة وبنفردها طبقات عبال ما نخلص كل الكمية اللي عندنا. برضو الزوايا بالشكل هذا بحطهن في الخلاط وبخلطهن هذول اللي زادن معي. الآن بالشكل هذا خلصنا. الآن بندخلها من 3 ساعات ل4 ساعات في الثلاجة، بتاخذوا أزكى نتيجة في الدنيا.